السلام عليكم خوتي. غادي ندخلوا ديريكت في الوصفه. عندنا هنايا السكر ديال الدايت، ديروا الانواع اللي بغيتو ولا الانواع اللي بغيتو. انا عندي باك من السكر اللي في المانيا، خديت هذا من كاوفلاند. وديروا الانواع اللي بغيتو. غادي نحتاجوا 4 ديال المعالق كبار اللي غادي نطحنوه. غادي نديروا منه سكر كلاصي، ولا عندكم هذا السكر مطحون يعني يعني بلا ما ديروا هذه العمليه هذه. صافي دابا غادي نبداو في الوصفه ديالنا. عندنا هنايا اللوز اللي مطحون 150 غرام، والمقادير اخوتي كالعاده غنكتبها لكم في صندوق الوصف. درت قريصه ديال الملحه، وعندنا هنايا فشي هذا باش نغربلو. درت معلقه كبيره ونصف ديال السكر كلاصي اللي طحنت معكم، وعندنا هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو المور. صافي حتى هي كنغربلوها صافي، وكنخلطوا هذا الشيء مزيان. ولا بغيتوا المكسرات شي مكسرات شي نوعيه اخرى اللي بغيتو، ولكن باللوز كتجي لذيذه هذه الوصفه هذه. وعندنا 50 غرام اللي غادي ندوبوها ديال الزبده، وتكون شي ماركه زوينه. صافي وغادي نخلطوا كل شيء. وهاد الكيك ديالنا راه بلا فران، ما نديروا لا فران لا حتى شي حاجه. تجي وصفه رائعه وغادي تعجبكم ان شاء الله. شديت المول اللي فيه 20 سنتيم، دهنته غير هكا من الجناب، وديروا المول الفورم ديالو اللي بغيتو. وشديت هاد الورق ديال الزبده، قطعت منه واحد الطريفات لان غادي نلصقهم في الجناب. صافي درت هاد العمليه هذه. فاش غندير الكريمه غادي يكون داكشي مقاد. صافي وكنديروا الطبقه الاولى غير هكا، غير بالمعلقه كنبركو. وشديت هذه وكنملس غير بحال هكا. وغادي ندخل دابا المول ديالي للثلاجه، وغنكملوا نبداو الطبقه الثانيه اللي فيها الكريمه ديال الخفق اللي في المانيا. خديت هذه في كاوفلاند، لان كتسولوا على المنتوجات اللي كنستعمل. خذوا شي ماركه زوينه اللي فيها مصاوب، اللي تكون مصاوبه غير بالحليب ديال البقر. المهم خديت هذا، شديت الكريمه ديال الخفق وضربتها مزيان حتى وقفات. صافي غنديرها حتى هي في الثلاجه. وعندنا هنايا الشوكولات نوعيه جيده، انا عندي ديال 80%، وغنوري لكم ان شاء الله فاش غادي نشريه. درتو في دابا في الميكروويف يذوب. وعندنا هنايا هذه الجبنه ديال هذه جبن الكريمي 350 غرام. شوفوا شي نوعيه جيده. انا كان عندي 2 انواع لان كانت الباكيات بجوج محلولين واستعملتهم في هذه الوصفه. وراه غير نوع واحد، انا غير كما قلت لكم اخوتي الباكيات بجوجهم كانوا محلولين، واستغلت الفرصه ودرتهم في هذا الكيك. وعندنا شويه ديال الفانيليا، وعندنا داك السكر كلاصي البقايا اللي بقات، قريصه ديال الملحه. صافي وكنخلطوا هذا الشيء، هذه الكريمه هذه مزيان. ونزيدوا دابا داك الشوكولات اللي ذوبنا. صافي وكنولي عاوتاني نخلطوا. راه كتلاحظوا غادي يتبدل شويه اللون، كيجي هكا شويه فاتح. صافي وكنديروا داك الكريمه ديال الخفق هكا، وكنبقاو نديروا غير بالمعلقه من الفوق لتحت يعني حتى تتخلط لنا مزيان. صافي الكريمه ديالنا جاهزه. صافي وكان يعني كنستفوها مزيان في المول. بالنسبه للكيك ديالنا كنخليوه في الثلاجه على الاقل 3 حتى 4 سوايع. انا هاد العمليه هذه درتها بالليل، ومن الاحسن ديروها بالليل وكيجيكم هكا كيجي كيكون عاقد لكم مزيان. والمهم اخوتي وقدموها كي بغيتو. انا درت الفريز ودرت الكاكاو المور باش زوقت الكيك ديالي. وكما قلت لكم من الاحسن الا عندكم الثلاجه كتبرد مزيان يعني 3 4 سوايع، او ديروها بالليل ولا غد لي قدموها بالصحه والراحه. وقدموها كي بغيتو خوتي.
صافي راه كتشد بلا جيلاتين بلا حتى شي حاجه، راه كتشد في راسها مزيان. صافي درت شويه ديال الكاكاو المور من الفوق وزوقتها هكا بالفريز. صافي بحال هذا الشكل هذا، وكنقدمها لكم اخوتي بالصحه والراحه، كتجي فعلا روعه ولذيذه وغادي تعجبكم ان شاء الله. راكم شفتوا كي كانت الطريقه سريعه وسهله. ولا عجبتكم الكيك، الى عجبكم ويستاهل هذا الكيك هذا لايك، لي لايك ما تنساونيش، وبسلامه عليكم اخوتي.